ولا كل اللي بيحصل ده يكون طبيعي. انا حاسه ان انا كل يوم بصحى الصبح قدام تحدي جديد. حاسه ان في حاجه في حياتي غريبه وحد مستقصدني. انا جهزت وجيت علشان اساعدكم واساعد نفسي ونحاول بقدر الامكان نوصل للرسائل اللي ربنا بيبعتها لنا. زي ما شفتوا في اول الفيديو المشهد التمثيلي اللي انا عملته لكم بيشرح حاجه بنمر بيها كلنا، وهي اننا بيقابلنا تحديات في حياتنا ما بنبقاش عارفين التحديات دي سببها ايه وليه والمطلوب مننا ايه. فعشان كده انا قررت ادرس تاني ودخلت الجامعه ودرست علم النفس علشان انا تقريبا فهمت رسالتي في الحياه. عندي رسالة وعندي هدف، هو اني اساعدكم ان حياتكم تكون افضل واساعدكم تفهموا رسالتكم في الحياة ايه. لان ببساطة ربنا اختارنا نكون بني ادمين بشر، ميزنا عن بقية الكائنات اللي خلقها، وعلشان ربنا ميزنا عن بقية الكائنات اللي خلقها اختار اننا احنا اللي نعمل اعمار في الارض. وعلشان نقدر نعمل اعادة اعمار في الارض او نصلح الارض كلنا محتاجين نبقى ايد واحده، وكل واحد فينا لازم يبقى ليه دور معين يقوم بيه، علشان مش فرد واحد هيقدر يقوم بكل الادوار اللي في الدنيا. وعلشان المفروض كل واحد فينا يقوم بدوره لازم يبقى في حد بيعمل عمليه ارشاد لكل فرد ويفهمه انت دورك ايه في الحياه، ويفهمه ويرشده ازاي يعدي كل التحديات اللي الشيطان دايما بيحطها قدامنا، علشان يخلينا ما نقراش ولا نفهم الرسائل اللي ربنا بيبعتها لنا. الرسائل اللي عن طريقها المفروض نفهم ونستوعب احنا دورنا ايه في الحياه. لان ببساطه احنا مش جايين علشان ناكل ونشرب ونتكاثر زي بقيه الحيوانات او زي بقيه الكائنات، احنا بشر. ربنا ميزنا واختارنا بني ادمين. طالما ربنا ميزنا واختارنا بني ادمين فانا وانتوا كل واحد فينا ليه دور في الحياه. فعلشان انا فهمت الرساله، والرساله جت بعد ما مريت باوجاع كتير ما جاتش بسهوله خالص، فانا فاهمه ومتاكده ان كل واحد فيكم لما بيمر بازمه نفسيه او بيمر بتحدي قدامه بيقوم منه ممكن يكون مكسور ومش فاهم هو ايه اللي حصل له وحصل له ليه. فعلشان كده انا قررت ارجع ادرس تاني واخترت تخصص علم النفس او مجال علم النفس، علشان انا المفروض رسالتي هي اني ارشدكم وافهمكم ايه اللي المفروض تعملوه في الحياه. فعلشان كده زي ما قلت لكم انا اتخرجت الحمد لله بعد 4 سنين، وانا بقالي 5 سنين بجهز نفسي للرساله اللي المفروض اقوم بيها وهدفي في الحياه. فعلشان كده مش بس اتخرجت من الجامعة، انا كمان باخد كورسات كتير جدا في المجال اللي انا اخترت اتخصص فيه، وهو الارشاد النفسي والاسري. هتقولوا لي يا سمكة ليه الاسرة؟ هقول لكم بناء مجتمع او بناء عالم او تصحيح الدنيا اللي احنا فيها بتيجي من الاسره، وخصوصا ان الشيطان قايل ان هو هيستهدف الاسره، هيستهدفني انا وزوجي واولادنا، وهيستهدفك انت وزوجك واولادك. فعلشان اقدر اعمل اعاده اعمار او اعمل اعمار في الارض لازم ابتدي من الاسره، وده الطريق اللي انا اخترته. كل واحد بيختار طريق معين، علشان كده زي ما قلت لكم اخدت كورسات ولسه باخد كورسات في الارشاد النفسي والاسري والزواجي، وكمان الاحتياجات النفسيه للزوج والزوجه. ومش بس كده، علشان اقدر اوصل لاولادنا والسن الصغير اللي بيتم التلاعب بيه عن طريق ادوات الشيطان زي ما هوريكم في المشهد ده. اظن كده انتوا فهمتوا ان في طريقه معينه يقدروا يوصلوا لنا ويوصلوا لاولادنا عن طريقها. وعلشان كده وعلشان انا المفروض تخصصي افهم كل اللي بيحصل في نفسيه البني ادمين وازاي بيقدروا يوصلوا لنفسيتنا ولنفسيه اولادنا، لان ده تخصصي والمجال اللي بقالي سنين بدرسه. فعلشان كده قررت ادرس تمثيل. هتقولوا لي ايه اللي جاب التمثيل لعلم النفس لمجال شغلك اصلا في الميك اب والفساتين؟ مجال شغلي ده المجال اللي انا اخترته علشان بحبه، علشان بحب اتعامل مع العرايس، وهو المجال اللي ربنا اراد يبعت لي الرساله عن طريقه. لما كنت بلاقي البنات بعد ما بتتجوز بفتره بتنفصل والاولاد هم اللي بيتشتتوا، وعلشان انا بحب الاطفال اصلا فقررت ان انا اكرس حياتي ان انا اساعدهم واساعد الاسر تكون افضل. وعلشان انا عارفه ان الاطفال مالهمش علاقه بالعلم ولا النظريات العلميه ومش هيقدروا يستوعبوها، فالقصص التمثيليه هي اللي هتوصل لهم، زي ما بيوصلوا لعقول اولادنا ان ممكن الزوج والزوجه يبقوا زوج وزوج،
او زوجة وزوجة، احنا برضو نقدر نعمل فكرة معاكسة او قصة معاكسة، وبرضو نستخدم الفن. الفن هو اللي بيخليهم يقدروا يوصلوا لعقول اولادنا. وانا عن نفسي عندي شخصية معينة كده، وهو اني احمي نفسي واحمي اولادي واحمي اسرتي باي طريقة، ايا كانت الطريقة اللي قدامي بيتعامل بيها هي نفس الطريقة اللي هتعامل معاه بيها. وطالما هما بيستخدموا الشاشات علشان يوصلوا لاولادنا، انا برضو هستخدم الشاشات علشان اوصل لاولادنا، واللي هما بيعملوه احنا هنعمل عكسه. فعلشان كده كل النظريات العلمية او كل الحاجات اللي المفروض احنا واولادنا نفهمها هشرحها لكم بالعلم، وكمان هشرحها لكم بقصص تمثيليه قصيره. لان زي ما انتم شايفين انا بشتغل على نفسي من 5 سنين، في 5 سنين كانوا كفايه ان انا اقدر اعدي بحاجات كتير جدا ويخلوني جاهزه. اي نعم بحر العلم ما بينتهيش، وهفضل طول عمري بتعلم وطول عمري بدرس، لان اي حد دخل في طريق العلم عارف ان كل يوم بنتعلم حاجه جديده، وان العلم نفسه بيصحح نفسه. فاحنا مش هنقدر نبطل مذاكره والعلم، وده دليله ان انا لسه باخد كورسات، ودي ماده علميه لكورس جديد انا باخده وبرده مش هوقف. فانا عايزاكم بقى تتابعوني في القناه العلميه اللي هقدر اوصل لكم فيها كل الحاجات اللي بتعلمها، وهقدر من خلالها اوصل لكم الرساله اللي ربنا رزقني بيها، او الطريق اللي ربنا اختارني ليه. لان في اشارات معينه كده حصلت لي، وحاجات حصلت لي في حياتي، ووجع مريت بيه فهمت ان الوجع ده كان هو الرساله. فعلشان كده مع بعض بالعلم مع بعض واحنا ايدينا في ايد بعض، في الفتره الجايه هنتعلم مع بعض حاجات كتير. عرايسي مش بس هيطلعوا من عندي ملكات جمال وبرنسيسات، لا كمان هيطلعوا احلى واذكى واعقل امهات وزوجات، علشان احنا ايدينا في ايد بعض نعمل اعمار للارض. وما نسيبش حد فينا مشتت ومش فاهم طريقه ايه، لان المشتت الشيطان بيستخدمه لاهداف الشيطان مش لاهداف ربنا. دايما ليك اختيار، لما الوجع بيصيبك لازم تركز، يا اما تختار انك تفهم الرساله اللي ربنا بعتها لك علشان تفهم هدفك وتعمل اعمار في الارض، يا اما هتبقى مشتت وهيفضل الشيطان يستخدمك لصالحه وهو في افساد الارض. فعلشان كده احنا مع بعض هنبتدي نتعلم حاجات كتير جدا كل يوم بالفن وبالعلم وبكل الطرق اللي هما بيستخدموها احنا كمان هنستخدمها. انا ما بسكتش ابدا على حاجه اقدر اعملها، وطالما ربنا اختارني وحطني على بدايه الطريق يبقى ربنا عايزني ومميزني في الدنيا، او مميزني بصفات ومميزات معينه علشان اقدر استخدمها في فترتي في الارض. احنا كلنا فتره معينه في الارض وكلنا بنسلم بعض، فعايزين في الفتره اللي احنا فيها نسلم الارض للجيل اللي بعدنا خالصه مخلصه ما فيهاش اي مشاكل. وانا عارفه ان احنا التحديات في الزمن اللي احنا فيه ده كتير جدا قدامنا، تحديات اولهم انهم بيحاولوا بشتى الطرق وبكل الطرق ان هم يبوظوا الاسره، لان ببساطه طول ما مفيش اسره متماسكه مفيش ذريه هتكون صالحه انها تعمل اعمار للارض، وبالتالي مش هيبقوا فاهمين ازاي يبتدوا الطريق او يفهموا هدفهم، والشيطان هيستخدمهم لافساد الارض. فاحنا مش عايزين كده، احنا دورنا في الفتره اللي احنا فيها كلنا مع بعض ايدينا بايد بعض نفهم بالعلم او نفهم بالفن او نفهم باي طريقه هنقدر نتلقاها وربنا هيرزقنا بيها عن طريقها نقدر نستخدمها لصالحنا. طبعا احنا لازم برضو في وسط اللي احنا بنعمله ده نكون شايفين شغلنا وحياتنا علشان نقدر نعيش حياه كريمه. وبالمناسبه هقدر في الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله بمشيئه ربنا ادربكم ازاي تقدروا تحددوا اهدافكم، وازاي تقدروا تحققوا كل الاحلام اللي انتوا عايزينها، علشان اول ما هتحققوا احلامكم وتهدوا نفسكم من التوتر اللي احنا بنبقى عايشين فيه علشان ندور على مصدر رزق، بعديها على طول بنوصل لمرحله الانسانيه ونقدر نفهم الرسائل اللي بتوصل لنا. فالناس اللي اول مره تشوفني، انا اسماء حسين، بشتغل ميك اب ارتست، هير دريسر، وفاشن ديزاينر في مجال العرايس، وكمان مجال تخصصي ودراستي هو علم النفس، والتخصص اللي قررت اختاره هو الارشاد النفسي والاسري. فمع بعض ان شاء الله هنقدر نعمل الحاجات دي كلها، وانا ناويه زي ما بخلي عرايسي زي القمر من بره اخليهم زي القمر من جوه، ونفسيتهم تبقى فل الفل علشان يقدروا يبنوا اسر متماسكه ويفتحوا بيوت جميله.
ونعيش كلنا في تبات ونبات ونخلف صبيان وبنات. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله في قصه تمثيليه جديده بتشرح نظريه علميه جديده بتفهمنا ازاي نقدر نعيش في الحياه بنفسيه كويسه، وازاي نقدر نفهم الرسائل اللي بتوصل لنا، وازاي نقدر نقوم بدورنا. دمتم بخير واشوفكم على خير الفيديو الجاي. بحبكم جدا، اشوفكم بعدين. باي باي. وطبعا ما تنسوش تتابعوني علشان يوصل لكم الفيديوهات الجديده، ولو حسيتوا ان الفيديو ممكن يفيد غيرنا تعملوا له شير. بس انا تعبت، مش معقوله كل اللي بيحصل ده يكون طبيعي. انا حاسه ان انا كل يوم بصحى الصبح قدام تحدي جديد. حاسه ان في حاجه في حياتي غريبه وحد مستقصدني، مش طبيعي. يعني هو معقوله يكون ربنا خلقني علشان يأذيني ويعذبني؟ ليه يا أسماء عاملة في نفسك كده؟ الحياة مش مستاهلة كل ده، أكيد فيه خير. انت مش فاهمه اللي انا بمر بيه، مش فاهمه اللي بيحصل لي كل يوم. انا بقالي كتير قوي بحاول ابقى احسن، بحاول اقف على رجلي. حاسه ان في حاجات كتير قوي غلط، حاسه ان في حاجه غلط في حياتي. ايه هي؟ مش عارفه. حاولي تفهمي الرسالة من اللي بيحصل لك، أكيد ربنا بيحاول يرشدك لحاجة معينة أنت مش واخدة بالك منها. الشيطان بس بيضخم لك ويفخم لك كل الأمور اللي تعباكي علشان يخليكي متاخديش بالك من الرسالة اللي جايلك. تقصدي ايه؟ يعني انت تقصدي ان المفروض ان انا افهم من كل اللي بيحصل لي ده حاجه؟ افهم اللي بيحصل لي ده ليه؟ اقرا الرساله؟ ربنا بيحبنا يا أسماء، مش عايز يعذبنا. انا ما عنديش اي اقتناع ان ربنا خلقنا عشان يعذبنا. انا مقتنعه كل الاقتناع ان ربنا خلقنا علشان نعبده وعلشان يرزقنا بكل الخير اللي في الدنيا. لكن اللي بيحصل ده انا مش عارفه بيحصل ليه، مش قادره استوعب اصلا ايه اللي بيحصل. من كتر الحاجات اللي انا بمر بيها مش فاهمه ايه اللي بيحصل، ما بلحقش افوق. طيب ما كل اللي بيحصل لك دي إشارات عشان تركزي، علشان تفهمي أنت المفروض ربنا بيحاول يوصل لك إيه. ما تنسيش إن إحنا مش لوحدنا في الدنيا، في شيطان معانا دايما بيشتتنا عن هدفنا الأساسي. إحنا مخلوقين علشان نعبد ربنا، وجايين الدنيا هنا رحلة علشان نعمل إعمار للأرض، في اختبار من ربنا. يا ننجح في الاختبار وربنا يقدر يستخدمنا في إننا نعمل إعمار للأرض ونقضي رسالتنا بسلام، يا الشيطان هو اللي يقدر يشتتنا ويضحك علينا ويسيطر على نفسيتنا ويحولنا لكائنات سيئة زيه. وبدل ما نعمل إعمار للأرض نفسد في الأرض. لازم تفهمي الرسالة علشان تعرفي هدفك في الأرض إيه، بدل ما الشيطان يحولك لإنسانة حقودة ويستخدمك. يعني ايه؟ يعني المفروض ما ازعلش من اللي بيحصل؟ طبيعي هتزعلي، أي إنسان فينا بيعدي بحاجات مش كويسة بيزعل، ده طبيعي. بس ما تخليش الشيطان يقدر يستخدم الأوقات دي ضدك ويفخمها ويضخمها ويخليكي مشتتة. خدي وقتك في الزعل، بس ترجعي تاني ركزي في حياتك وركزي في الهدف اللي ربنا عايزك علشانه في الأرض. كلنا هنا لينا دور. تصدقي انت عندك حق، وانا لازم افكر وافهم كل اللي بيحصل ده ليه، وابقى متاكده ان اكيد ربنا عايز يوجهني لحاجه معينه في الدنيا بس انا مش فاهماها. انت عندك حق. افتكري ان ربنا بيحبك وفضلك عن كل المخلوقات اللي خلقها. انتي إنسانة